أهلا بكم يا أحلى متابعين في قناتكم. النهاردة هحكيلكوا قصة مثيرة جدا، فما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتسمعوا الفيديو للآخر عشان في مفاجأة في آخر الفيديو. صاحبة المصنع حطتني في دماغها عشان أنا جديدة وعجبتها من بعد اللي حصل منها أول مرة، وأنا بصراحة الموضوع ده تعبني نفسيا. عمري ما كنت أتخيل إن في ست بتعمل كده مع ست، أو في ست بتحب يعني تعمل كده مع بنت أو ست زيها. وروحت وقلت أنا مش هروح الشغل ده تاني وخلاص، مش عايزة فلوس ولا عايزة أي حاجة. صاحبة المصنع قعدت يومين تتصل بيا وأنا مش برد، وفي نفس الوقت محتاجة الفلوس والدنيا ملخبطة معايا على الآخر، وديون ومفيش فلوس نجيب أكل وحاجات كتيرة، وأمي مش قادرة وأنا اللي أقدر أشتغل وأجيب فلوس بما إني أنا يعني لسه صغيرة وبشتغل، وفي كمان قدامي فرصة شغل وفلوس كتير من الست دي. بعد ما خلص الدنيا زنقت معانا قررت ان انا اروح، ورحت فعلا ورديت عليها وكلمتها وقلت لها انا بس كنت تعبانه شويه. قالت لي خلاص اتفقنا معاكي، عذرك مفيش اي مشكله، انتي بصراحه عجبتيني ودخلتي دماغي خلاص. كلامها كاني بتكلم مع واحد راجل، كنت مستغربه جدا منها. ورحت فعلا، واول مره شافتني كان باين على وشها ان هي مبسوطة، وجت وانا قاعدة بشتغل وكل شوية تقولي تعالي المكتب عشان انا عايزاكي في شغل، عشان يعني البنات اللي قاعدة. المهم بعد شوية فعلا قمت ورحت لها المكتب وقالت لي فكرتي في الموضوع؟ قلت لها الموضوع صعب عليا وخصوصا ان انا بنت. قالت لي ما احنا جربنا اول مرة. قلت لها اول مرة تعبتني قوي. قالت لي بكرة تتعودي على كده، وانا كمان هبسطك بالفلوس وخليكي تحسي بمتعة محسيتهاش قبل كده، وهخليكي متفكريش في الرجالة تاني. قلتلها بس انا برضو بنت ومحبش ان انا ابقى ست، انا عايزة ابقى بنت زي ما انا، وافرضي جالي عريس. قالت لي يا ستي خليكي بنت زي ما انتي، بس اسمعي كلامي، النهاردة هديكي عنوان بيتي وتجيلي، خلينا بقى نسهر سهرة حلوة، بس زي ما قلتلك تتزوقي كأنك عروسة جديدة. قلتلها تمام. ورحت مطلعة من جيبها فلوس رزمة كده بتاع 4000 جنيه. ولما روحت كنت طبعا مبسوطة واديت أمي الفلوس وكده، وقلت لأمي إن أنا عندي شغل بالليل ولازم أنزل بالليل. قالت لي شغل ايه؟ قلت لها يعني في وردية زيادة بالليل ولازم أنزل شوية كده، وهنزل عبال ما أتغدى شوية وأريح. ودخلت أوضتي وبدأت أوضب نفسي، يعني نظافة شخصية، وخدت شاور وعملت زي ما هي قالت لي ودتني العنوان. ونزلت على الساعة 9 كده ورحت العنوان وطلعت. كان بيت جميل أوي وشيك. ومن هنا بقى بدأت القصة. دخلت ورحبت بيا، جابتلي عصير وقعدت تقولي بقى ان هي هتبسطني وان هي كمان في شغل هيجي بعد كده، بس هي يعني تشوفني الأول وتجرب مني. ومسكتني من ايدي وراحت مطلعاني أوضة النوم، أوضة جميلة وكبيرة. قالتلي يلا. قلتلها ايه؟ قالتلي بصي افتحي الدولاب كده. فتحت الدولاب لقيت هدوم وقمصان كتير. قالتلي بصي طلعي اي قميص من دول ولا اقولك استني انا هطلعلك قميص. وراحت مطلعلي قميص نوم. كان اول مرة في حياتي البس قميص بما اني مش متجوزة. قلتلها بس ده مكشوف جدا. قالتلي ما هو ده اللي انا عايزاه كده، يلا البسيه. وفعلا سابتني شوية ولبسته. عمالة احط ايدي يمين وشمال على جسمي مش عارفة اداري ايه. القميص شفاف جدا وقصير ومبين كل حاجة، وهي كانت عايزاني البس القميص ودخلت عليا وهي لابسة لبس غريب كده زي لبس الافلام، حاجة يعني كده تحسها زي بتوع الافلام اللي الواحد بيسمع عنها. وفي ايديها يعني حاجة كده زي الموضوع اللي هو الصناعي والكلام ده. وقالت لي بصي انا عايزاكي تعملي لي مساج لجسمي، تعرفي؟ قلت لها اعرف عادي يعني، هو في إيه؟ قالت لي خلاص خدي الزيت ده واعملي لي مساج، انا عايزة جسمي النهارده يبقى مظبوط، وحاولي كده تسخنيني. وفعلا بدأت اعمل لها مساج وانا خايفة قوي من اليوم ده. وراحت شداني من ايدي وراحت منيماني، وحصل حاجات كتير انا مخبيش عليكم. حسيت ان المرة دي اتبسطت، معرفش اتبسطت ايه اللي عملته. حسيت ان انا اللي اتعامل معايا اختلف، وحسيت ان هي طيبة وحنينة جدا، وفي الوقت ده ما اتعاملتش معايا بشراسة زي اول مرة. يمكن كانت حابة تخوفني، بس المرة دي حسيت ان الموضوع عجبني. وحصل اللي حصل في اليوم ده
وقالت لي انا عايزاكي تباتي معايا النهارده، عايزه اليوم كله يبقى بتاعك. قلت لها بس هقولهم ايه؟ قالت لي قولي لها الشغل، قولي لها اي حاجه، المهم اتصرفي. فانا اتصلت بامي وقلت لها ايه، وقلت لها ماشي، وقالت لي ماشي. فانا الموضوع كان طول الليل بصراحه، كان طول الليل ما حرمتنيش، ما اخبيش عليكم. انا يمكن استمتعت في اليوم ده وحبيت الموضوع ده جدا عن ما كنت يعني بتخيل اني نفسي اتجوز وان الموضوع ده يحصل مع راجل. وقمت الصبح قالت لي بقى يلا روحي بيتك والنهارده انتي اجازه، وراحت عطيالي فلوس برضو كتيرة في شنطتي. قالت لي بس عايزة اقولك حاجة، في واحدة صاحبتي يعني انا عايزاكي تبقي معاها. قلت لها ازاي يعني؟ قالت لي زي ما عملنا، هي من النوع اللي زي بالظبط، عايزة بنت كده زيك، انتي بصراحة عجبتيني وانا هبعتك ليها، هي غنية جدا ولو بسطتيها هتبسطك جدا كمان اكتر مني. قلت لها مفيش مشكلة بس تديني راحة يومين كده لان انا بصراحة مش قادرة. وروحت وانا مبسوطة بالفلوس وكتر الفلوس اللي هي معايا، وقعدت افكر ان هنا خلاص، ان هنا يعني الموضوع ده هيبقى كده، ان انا من ست لست واول مرة اخش في عالم غريب وستات وبيحبوا الحاجات دي. يمكن الموضوع ده عجبني بما ان انا يعني برضو بنت في مرحلة وساعات ببقى يعني عايزة وكده، بس عمري ما كنت اتخيل ان انا هعمل كده مع ست. بس حسيت ان الموضوع ده ممتع واتبسطت فيه جدا وحسيت ان انا عايزة تاني. واتصلت بيها وقلت لها ان انا موافقة. قالت لي خلاص انت شغلك كده اخدتي على الموضوع ده، هبعتلك العنوان وتروحي في المكان اللي هبعتهولك في الوقت اللي هقولك عليه. وفعلا رحت عند الست اللي انا رحت لها برضو، حاجة جميلة جدا وبيت حلو وشيك، ودخلتني بس كنت لسه مكسوفة ومعرفهاش، كنت أول مرة أتعرف عليها. قعدنا حوالي أكتر من ساعة نتكلم مع بعض وتعرفت على ظروفي، وقالت لي برضه ان هي هتبسطني وبتحب البنات الصغيرة، خصوصا ان انا حلوة ومليش في الحاجات دي، يعني لسه زي ما صاحبة المصنع بتقول ان انا لسه يعني مش خبرة وكده، وهي بتحب المواضيع دي. ونفس اللي حصل مع الست دي حصل مع، بس يعني حسيت ان الست دي بتحب طرق غريبة، يعني حاسة ان هي بتحب العنف شوية وبتحب ان هي تبقى مسيطرة اكتر، وحسيت ان هي تعبتني شوية. بس بما ان يعني الموضوع ده جربته قبل كده، كان بالنسبة لي خلاص اكيد يعني مش كل الستات زي بعضها، وعرفت ان هي مش متجوزة وعايشة للمواضيع دي، بس ان هي بتحب تجيب البنات وتديهم فلوس، وقت ما تزهق منهم خلاص تديهم مبلغ كده وتسيبهم وتشوف غيرهم وهكذا. وحسيت ان هي دخلت في موضوع كبير، وحسيت ان انا دخلت في موضوع كبير جدا بعد ما القرش جري في ايديا. وامي كانت مبسوطة بالفلوس، حسيت ان الفلوس دي ملهاش اي قيمة، وحسيت ان انا مش مبسوطة بالفلوس دي. بعد ما كنت خلاص طايرة من الفرح حسيت ان انا مش نظيفة. ايوه حسيت ان انا مش بنت كويسة، وقررت من هنا ابعد عن المواضيع دي حتى لو كانت الفلوس دي هي اللي هتعيشني كويس. بس انا فعلا كرهت نفسي ومش عارفة ازاي ان انا ابعد كده. حتى لو اتجوزت يعني هتعامل مع راجل ولا هبقى ام ولا كده بعد اللي انا عملته ده كل يوم؟ كان في الاول حبيت الموضوع ده، لكن بعد كده حسيت ان الموضوع ده ما كانش ينفع من اوله حتى لو وراه فلوس كتير قوي. وبكده قصة النهاردة تكون انتهت. ياريت لو عجبتكم تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.